في بدايات القرن العشرين وفي إنجلترا تحديدا في مقاطعة نيوكاسل بنشوف كل الفراخ بتموت. وبعد فترة من البحث العلماء بيكتشفوا مرض من أخطر الأمراض فتكا بالدواجن، واللي هيتسمى بعد كده بنفس اسم البلد اللي تم اكتشافه فيها، واللي بعد كده هينتشر في جميع أنحاء العالم. فيروس النيوكاسل بيتبع فاميلي باراميكزوفيريدي جينوس أورثو أفيولا فيروس. فيروس النيوكاسل هو RNA فيروس وحيد السلسلة، وليه أشكال مختلفة من شدة الإصابة: فيلوجينيك شديد الفتك، ميزوجينيك معتدل، لينتوجينيك منخفض. ودي العترة اللي بتستخدم في اللقاحات. الطائر بياخد العدوى عن طريق الآتي: دايركت ترانسميشن من طائر لطائر عن طريق زرق الطائر المصاب، الهواء الملوث، الماء والأعلاف والمعدات. خلي بالك، الفيروس ممكن يدخل من الجهاز التنفسي عن طريق الهواء، وممكن يدخل من الجهاز الهضمي عن طريق العلف والمية. أعراض المرض تتمثل في الآتي: لو الطيور بتتعرض للعطر الشديدة الفيلوجينيك فهيكون الأعراض كالآتي: صعوبة في التنفس، إفرازات مخاطية، إسهال أخضر، أحيانا علامات عصبية زي التواء الرقبة. أهم عرض في الفيلوجينيك، أهم عرض، الموت المفاجئ. لو الإصابة بالعطر الميزوجينيك هيكون في أعراض تنفسية، هيكون في انخفاض في إنتاج البيض بالإضافة للتشوهات لو كان القطيع بياض أو أمهات أو جدود. لو العطرة الخفيفة اللينتوجينيك غالبا العدوى هتكون سب كلينيكال مع أعراض خفيفة. الأعراض التشريحية تتمثل في الآتي: احتقانات في الجيوب الأنفية والقصبة الهوائية والرئتين، احتقان الملتحمة والجفون، احتقانات في الطحال والأمعاء، أنزفة وتنكرس في المعدة الغدية وعلى طول الأمعاء وفي السكة تونسل. تتم الوقاية عن طريق التطبيق الصارم لبرنامج الأمان الحيوي. حافظ باستمرار على نظافة الفرشة. إياك تهمل في التهوية لحظة، مينفعش تدخل العنبر تشم ريحة أمونيا أبدا. التهوية ثم التهوية. حافظ على ماء نظيف. حافظ باستمرار على نظافة المسائي والمعالف. ممكن تستخدم مطهرات زي الفيركون أو اليود. ممكن سقوة كل أسبوع في مية الشرب. ممكن ترش على الفراخ، لكن احذر لازم يكون تحت إشراف طبيب عشان ما تعملش مشكلة. ممنوع بتاتا دخول أي حد أو أي أدوات من مزرعة لمزرعة أو من مكان خارجي إلا لو كان للضرورة القصوى، ولازم يتم تطهيره. احذر دخول أي طيور على طيور أو دخول الطيور البرية للعنبر. لو تعرف تثبت عامل لكل عنبر يكون أفضل، مفيش اختلاط ما بين العمال، خاصة لما تظهر عندك بدايات إصابة. أي عربية جايبالك دواء، جايبالك علف، جايبالك أي حاجة، لازم تتطهر قبل ما تدخل المزرعة. لازم يكون عندك برنامج مكافحة للقوارض، ولازم يكون مصدر الأدوية عندك أو التحصينات من مصدر موثوق. اتباع برنامج تحصين صارم تحت إشراف طبيب متخصص، ولازم الفريق اللي هيجي يحصن لك يكون فريق فاهم. أي طائر يظهر عليه أعراض غريبة اعزله فورا. أي نافق تخلص منه فورا. لازم يكون عندك سجلات في المزرعة بتسجل فيها النافق، تسجل فيها استهلاك العلف، تسجل فيها استهلاك المياه يوميا. اهتم أكتر ببرنامج التطهير ما بين كل دورة ودورة. دمتم سالمين. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.